السعودية تشترط حصولها على السلاح النووي مقابل التطبيع مع إسرائيل وأمريكا في حيرة. أمريكا تضغط على النظام الجزائري والبوليساريو الانفصالية حول الصحراء المغربية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كشفت مصادر جد مطلعة بأن واشنطن تضغط بقوة لإجبار ميليشيات جبهة البوليساريو الانفصالية على العودة إلى الالتزام بالمسار السياسي والكف عن استعمال السلاح بمناطق يحظر فيها استخدام الأسلحة طبقا للقانون الدولي، وهي الضغوط وفق ذات المصادر التي لمح لها نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون شمال إفريقيا جوشوا هاريس أثناء حديثه لوسائل إعلام جزائرية خلال زيارته الأخيرة للجزائر، حيث أكد جوشوا هاريس أن واشنطن تهدف إلى إنجاح العملية السياسية التي تشرف عليها الأمم المتحدة. وأضاف الدبلوماسي الأمريكي جوشوا هاريس خلال حديثه بالجزائر أن التصعيد يتعارض مع نجاح المسار الأممي، مبرزا في الآن نفسه أن واشنطن بذلت جهودا لإعادة إرساء عملية سياسية بالنظر لأهمية وقف أي تصعيد للنزاع الطويل الأمد. تحركات تقودها الولايات المتحدة الأمريكية توحي حسب مهتمين وخبراء بأن دول عظمى باتت مقتنعة بالطرح المغربي المتمثل في منح الأقاليم الجنوبية للمملكة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كحل نهائي لنزاع مغلف بالمخاطر وسط متغيرات إقليمية المغرب يلعب فيها دورا فعالا لمكانته بين الدول العربية والمغاربية والإفريقية ولأهميته الجيوسياسية. قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمر كبار خبراء الأمن النووي في إسرائيل بالعمل على مساعدة الرياض على تطوير برنامجها النووي مقابل التطبيع. ونقلت الصحيفة عن مصادر أمريكية وإسرائيلية أن نتنياهو أصدر تعليماته إلى كبار خبراء الأمن النووي الإسرائيليين بالعمل مع المفاوضين الأمريكيين في محاولة للتوصل إلى حل وسط قد يسمح للمملكة العربية السعودية بأن تصبح ثاني دولة في الشرق الأوسط بعد إيران تقوم بتخصيب اليورانيوم بشكل علني. وبحسب المصادر فإن تل أبيب والبيت الأبيض يعملان سرا على التوصل لصفقة مثيرة للجدل في محاولة للتوصل إلى اتفاق مع الرياض لتطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لم يؤيد حتى الآن فكرة تخصيب اليورانيوم في المملكة. ووفقا لمصدر إسرائيلي فإنه إذا تم التوصل إلى اتفاق نووي مع الرياض فإن تل أبيب تتوقع ضمانات كثيرة ذات صلة ببرنامج تخصيب اليورانيوم السعودي. بدوره أكد مسؤول كبير في البيت الأبيض أن أي دعم للمبادرة النووية السعودية سيكون تحت المراقبة الصارمة للولايات المتحدة. وفي وقت سابق قال ولي عهد المملكة الأمير محمد بن سلمان في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز إن المملكة العربية السعودية لأسباب أمنية ولموازنة القوى في المنطقة سيتعين عليها الحصول على أسلحة نووية إذا حصلت إيران عليها. كما أفاد ولي العهد السعودي بأن السعودية تقترب من تطبيع العلاقات مع إسرائيل. وتجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة أطلقت في عام 2020 عملية تهدف إلى تطبيع العلاقات بين إسرائيل والدول العربية، ونتيجة لذلك تم التوقيع على مجموعة من الوثائق سميت باتفاقيات السلام الإبراهيمية، وانضمت الإمارات والبحرين والمغرب إلى الاتفاقيات. كما أبدت السلطات السودانية اهتمامها بالانضمام إلى الاتفاقيات ووقعت الجزء الإعلاني منها، لكنها لم توقع بعد ذلك على الوثيقة المقابلة مع إسرائيل. لا تنسوا الاشتراك والمتابعة إن أعجبكم هذا الفيديو.